خلي بالك لو عاوز تعمل قناه يوتيوب اجنبيه وتعمل منها فلوس حقيقيه فلازم تشوف الفيديو ده، لان هعمل قناه يوتيوب اجنبيه من الصفر لمده 7 ايام واشوف النتيجه هتكون عامله ازاي، وهل فعلا اقدر اعمل مشاهدات بسرعه ولا لا. عشان كده قررت ابدا صح، وهي ان لازم امشي ورا الحاجات دي. واول حاجه بقى هي عمل القناه نفسها، واكبر مشكله ان الفيديوهات ما بتجيبش مشاهده عشان القناه لسه جديده، فجبت قناه يوتيوب فيها 200 مشترك تقريبا وقررت اعدل عليها شويه اعدادات. واول حاجه ان اخلي الدوله الولايات المتحده، وتاني حاجه بقى ان افعل كل الميزات عشان الفيديوهات توصل اكتر للناس، ولكن برضك عشان اقدر انا احط صوره مصغره وكمان اقدر اعمل تعليق مثبت. وبدات بقى احط كلمات مفتاحيه خاصه بالمحتوى اللي انا هنزل عنه. عشان كده بدات احط كلمات مفتاحيه خاصه بالقطط، لان ده اكبر محتوى ترند دلوقتي وبيعمل مشاهدات قويه جدا، وفي ناس حرفيا قدرت تعمل اكتر من 3000 دولار في اول شهر، وانا بقى مش اقل منهم، لان صراحه مش عارف هم محظوظين ولا لا عشان يعملوا كميه المشاهدات دي في اول شهر. بس كان لازم اعمل حاجه، وهي ان اعمل لغه الفيديو انجليزي. ولكن في حاجه واحده بقى معينه، وانا صراحه انا مش عارف اعمل الفيديو لمحتوى اطفال ولا محتوى عادي. وبعد التفكير لفتره قررت اخليها محتوى عادي، وبكده اكون خلصت اول مرحله. المرحله دي من اهم المراحل في عمل قناه يوتيوب عشان اقدر ابدا وانا مطمن. والمرحله الثانيه بقى اصعب شويه، وهي لازم اتفرج على نفس الفيديوهات اللي انا هنزل عنها. وممكن حد يسالني طب ايه السبب اللي انت تعمل كده؟ فهقول لك ان اليوتيوب بيشوف الفيديوهات اللي انا بتفرج عليها وبيقترح ليا نفس الفيديوهات دي، وانا بعمل كده عشان اشوف كل الفيديوهات الترند وساعتها اقدر اعمل فيديوهات فعلا بتجيب مشاهده. يعني لو انت مثلا بتتفرج على محتوى خاص بالذكاء الاصطناعي فساعتها اليوتيوب هيقترح ليك فيديوهات من نفس المحتوى ده عشان يخليك تقعد وقت اكبر على اليوتيوب. فبدات اعمل كده واتفرج على فيديوهات كتير وكمان اشترك في قنوات كبيره لنفس المحتوى ده. ولكن الصراحه كنت خايف حد يشوفني وانا بتفرج على فيديوهات القطط دي، لان الصراحه الكاريزما بتاعتي ما تسمحش يا جدعان. فبس ما دام هتجيب لي فلوس فما عنديش مشكله. المرحله الثالثه بقى وهي عمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، وانا الصراحه مكسل اقعد وقت كبير جدا في عمل فيديو واحد، عشان كده قررت اعمل فيديوهات بضغط زر واحده وانجز نفسي. فدخلت على الموقع ده واسمه نوفي اي اي، والموقع ده انا استعملته قبل كده في فيديو عندي، وقدرت اعمل قناه شورتس لمده 7 ايام واعمل اكتر من 30000 مشاهده واوصل ل 100 مشترك. بس المره دي هستعمل فيديوهات بستايل مختلف تماما، وبغض النظر ان في محتويات كتير جدا الا اني محتار بين نوعين من المحتوى. واول واحد هو عامل فيديوهات طويله لقطط انيميشن بالذكاء الاصطناعي، والقناه دي قدرت تعمل اكتر من 20 مليون مشاهده وتعمل اكتر من 10000 دولار. بس انا كنت مكسل اقعد وقت كبير جدا اعمل في فيديو واحد ومنتجه، فدخلت على الموقع وفي ميزه اسمها كات فيديوز، ودي تقدر تخليني اعمل فيديوهات طويله لقطط انيميشن من دقيقه لحد 5 دقائق. وهنا بقى في حاجتين، لا اما اختار فكره الفيديو واختار لغه الفيديو واخليها مثلا اي لغه انا عايزها وبعد كده اعمل انشاء بضغط الزر واحده، او احط سكريبت الفيديو بتاعي من هنا ويعمل فيديو محدد انا عايزه. فقررت اجربها واشوف النتيجه هتكون عامله ازاي عشان اقدر اختار المحتوى اللي انا عاوز انزل عنه. وقررت اكتب بالانجليزي اعمل فيديو طويل لعائله قطط فقيره وامهم بتحاول تاكلهم، فتقرر تدور على اكل، ولكن بيجي قط شرير ويخطف اطفالها، وامهم بتحاول تلاقيهم وتتغلب على القط الشرير. ومعلش بقى الواحد صراحه بيخيله شويه ولكن معلش. وبعدها خليت لغه الفيديو انجليزي وكده عملت انشاء، وكانت دي النتيجه. بس قبل ما ابدا ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك لان ده الصراحه بيساعدني جدا. In a small, shabby house lived a chubby orange cat mother and her 3 little kittens. The mother cat looked worried as their food bowl was empty. She decided to go out to find food for her children. Outside, the street was quiet and a little cold. The mother cat walked carefully, her blue apron fluttering slightly. وبعد كده كمان اقدر اختار اي موسيقى انا عايز احطها في الفيديو، او كمان ان انا اختار صوت معين يتحط بدل الصوت اللي موجود. غير كده ممكن اشيل الكابشن اللي موجود في الفيديو لو هو مثلا شكله وحش ولا حاجه واعمل ابلاي. بعد كده مثلا لو في صوره ما تحولتش الفيديو زي الفيديو ده فممكن اختار الصوره مثلا دي معينه واضغط على انيميتنج ذيس فيديو، اضغط هنا واعمل انيميت ذيس وان. بعد كده اصبر شويه لحد ما تحول لفيديو. Small, shabby house lived a chubby orange cat mother and her 3 little kittens. وبعد كده اضغط على اكسبورت وبعد كده اعمل اكسبورت ويز نو ووتر مارك، يعني بدون علامه مائيه. والمفاجاه ان في تطبيق خاص بالموقع اقدر اعمل من عليه فيديوهات بالذكاء الاصطناعي من غير حتى محتاج ان اقعد على كمبيوتر. بس الصراحه النتيجه الخاصه بالفيديو حلوه جدا، ولكن لازم من الاول اشوف المحتوى الثاني قبل ما اقرر، عشان انا عاوز اعمل مشاهدات بسرعه عندي في القناه في اقل وقت ممكن. والمحتوى الثاني عباره عن فيديوهات لقطط واقعيه جدا وفي دكتور بيحاول يساعدهم، والقناه قدرت توصل لاكتر من 100 مليون مشاهده وعملت اكتر من 30000 دولار. بس قررت الاول اعمل الفيديو واشوف النتيجه، فضغطت على تكست فيديو. في هنا اكتر من موديل منهم صوره 2 وده من غير علامه مائيه، وكمان في فيو 3. فاخترت صوره 2 وكتبت بالانجليزي دكتور بيحاول يساعد قطه ان هو يطلع دوده من انفها في العياده، وعملت انشاء. وفي اقل من دقيقتين بالظبط الفيديو اتعمل وكانت دي النتيجه. Easy girl, almost there. Got it, and out, all done. Good girl. Easy, buddy, almost there. And got it. Oh
my god! والصراحه الفيديو كان واقعي جدا بطريقه مخيفه، فحسيت ان النوع ده من الفيديوهات هيعمل مشاهدات عاليه بسرعه جدا، فبدات بقى انشر الفيديو ده كتجربه على القناه عشان اشوف الفيديو هيجيب كام مشاهده. وبعد النشر لمده 3 ساعات بس الفيديو وصل ل 2000 مشاهده، ونسبه مده المشاهده كانت 115%، ودي نسبه جامده حرفيا يعني. فقلت لازم اكمل في المحتوى ده، بس لازم الاول اصبر يوم كامل عشان الفيديو الاولاني يوصل لاكبر جمهور ممكن من الناس. في اليوم الثاني نشرت تاني فيديو ووصل ل 2000 مشاهده تقريبا، ونسبه مده المشاهده كانت 100%. بس بقى قررت اعمل الفيديو اللي جاي مختلف شويه، وهو ان اخلي قط يشوف صاحبه بيقطع كعكه كده شبه القطه بالظبط، والقط بيتفاجئ مره واحده، لان فيديو زي ده عمل اكتر من 33 مليون مشاهده، وفي اقل من دقيقه قدرت اعمل الفيديو. فعملت اكتر من فيديو عشان يكون مده الفيديو اكتر من 10 ثواني، وساعتها مده المشاهده هتكون اعلى شويه. وبعد يوم من نشر الفيديو وصل للمشاهدات دي، فاعتقد دي بدايه كويسه. ولكن انت عندك اكتر من محتوى تقدر تعمله في الموقع، سواء بقى فيديوهات طويله لقطط انيميشن او حتى فيديوهات شورتس، فاختار اللي يعجبك وابدا نزل واستمر عليه. ما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.